اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي اكلات ووصفات. هنعمل النهارده البسله، بس هنعملها على الكانون. معايا البسله والجزر والبطاطس والبصل. هما دول اللي هنحتاجهم دلوقتي، والماده الدهنيه. وبعد كده هنحط الطماطم. معايا الماده الدهنيه حطيتها في الحله تسخن، وبعد كده هشوح فيها البسله. خدي البسله بقى خليها تشوح براحتها خالص في الزيت، كل ما تشوحها بيبقى طعمها جميل وما يتغيبش في السوا. البسلة مفصصاها وغسلاها ومصفياها من المية، وهتحطيها على المادة الدهنية. قلبي فيها براحتك خالص، تغيبي تشوحي فيها براحتك خالص. وبعد كده تحطي لها البصل مقطعاه صغير، او بشراب المبشرة. الشتا جه، البسلة موجودة كتير في الأسواق، والجزر والبطاطس الجديدة هتنزل اهي، والفاصوليا. كل الخضار ده أكله جميل في الشتا، كل يوم تطبخي طبخة منها جميلة. معايا البسلة شوحتها حلو، احط لها البصل وهسيبها تشوح شوية، وبعد كده احط لها الجزر، وفي الاخر البطاطس. تقلبي البصل مع البسلة، وحطي الجزر وقلبي فيهم. هما كل دول بتشوحيهم في المادة الدهنية اللي انت حطاها. عندك سمنة ماشي، حتة زبدة مع حبة الزيت مفيش مشكلة. الكانون مخلي طعمها جميل، وكانت ريحتها جميل. فعلا الكانون لا يعلى على طبيخه. معايا البطاطس اخر حاجة حطيتها، علشان البطاطس ما بتغيبش في التسوية. ومعايا في الوقت ده المية مغلية. اي خضار، اي لحمة، حتى الرز، لو بتسوي اي حاجة حط لها مية مغلية على طول، علشان ما تغيبش في السوى. يعني المية المغلية بتسرع في التسوية. معايا الفلفل الاسود والملح، دول اللي هحطهم لها مع الميه، واسيبها بقى تستوي براحتها خالص. هدي النار وسيبها تستوي براحتها. قرب ما تستوي ب10 دقايق ولا بربع ساعة، ضيفي عليها الطماطم. عايزة مع عندك فصين توم حطوهم عليها، التوم بيخلي طعمها حلو. عندك حتة اللحمة عايزة تحطهم فيها مفيش مشكلة. كبد وقوانص عايزة تحطهم فيها ماشي. شوحي الكبدة والكبد والقوانص الأول خالص لوحدهم، وبعد كده أو تسويهم نص تسوية، وبعد كده تضيفيهم فيها عشان ريحة الزفارة. حتة اللحمة برضو تبقى مستوية نص تسوية وتحطيها معاها، تبقى جميلة وطعمها جميل. فعلا كانت البسلة كان طعمها خرافة. كملي تسوية لها مع الطماطم، وهتاكلي احلى بسلة معمولة على الكانون النهاردة. هو ده كان غدانا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.